صباح الخير. قبل ما نبدأ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أنا معايا هنا صينية، أي نوع صينية. هي لو عندك اللي بتتفتح ديتي اشتغلي فيها عادي، ما عندكيش أي صينية موجودة عندك هتحط فيها من تحت كيس بلاستيك أو ستريتش راب علشان ما تلزقش منك. وممكن عادي ما تحطيش برضو مش هتلزق عادي يعني. المهم ده أنا معايا بسكوت، أي نوع بسكوت شاي انت بتحبيه، أي نوع. هترصيه في الصينيه زي ما هو صحيح من غير فرم ومن غير اي حاجه، هترصيه بس كده، ولو مكسر عادي برضو رصيه مش هيجرى حاجه. معايا هنا بقى لو عندك مضرب كهربائي ماشي، في الكب عادي او في العجان زي ما انا عملت. كوبايه ميه عليها كوبايه كريم شانتيه ونص كوبايه باستر كريم، ربع كوبايه جبنه كريمي وربع كوبايه قشطه. كل دوت هيتضربوا مع بعض ضربه حلوه قوي قوي لغايه ما تتقل معاك وتبقى تبقى كريمي يعني كده وسهله وتقيله. كوبايه ميه وهضيف فيها 3 معالق ونص جيلاتينه موجوده عاده من عند العطار، تشتريها عادي. جيلاتين نباتي طبيعي يعني، مش ما فيش منه غلط ولا حاجه. بعد كده دخلت قلبتها في كوبايه ميه عاديه من الحنفيه، وسبتها لغايه لما تكتل الجيلاتينه. وبعد كده دخلتها الميكرويف او على حمام ميه تفك، وقمت ضيفها على على الكريمه اللي انا عملتها. بعد كده قمت صبه الكريمه على على البسكوت. وكان اتفضل طبعا معايا بسكوت كان مكسر، ضفته كده في الكاسات وحطيت عليه باقي كميه الكريمه اللي كانت لسه فاضله معايا. دخلته الفريزر، قعد في الفريزر ساعه او ساعه ونص في الحدود دي. وبعد كده طلعته. معايا هنا معلقتين شوكولاته اللي هي العاديه، الشوكولاته القابله للدهن اللي بنعمل منها السندوتشات. حطيت عليها معلقتين زيت وسيحتهم في الميكرويف. وقسمت الصينيه بالنص كده عشان هعملها نص ونص. طبعا الجناش دوت عادي بتاعك، انت ممكن حتى تسيبها كده وترش على وشها بس بسكوت مفروم، تفرميه بايدك او حتى تدقيه باي حاجه وترشها على وشها وهي كده بقت تمام. وممكن بقى تعملي نصها شوكولاته وممكن كلها شوكولاته. انا عملت النص شوكولاته والنص التاني مربى فراوله. حلو سهل جدا جدا، مفيش اسهل من كده ان انت تقدري تعمليه. مكوناته مش كتيره، انت ممكن حتى تستغنى عن الجبنه الكريمي وعن القشطه، مش هتاثر معاكي يعني في الطعم كتير، هتبقى برضو هتطلع معاكي جميله وحلوه. وكان عندي صوص كراميل، قمت حاطاه كده على الكاسات وزوقت بالباقي بقى، حطيت زينت بقى الباقي كده بالشوكولاته. وممكن تسيبيه ساده كده عادي، ممكن يعني التزيين ده بتاعك انتي. طلع متماسكه هي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله عليها، كانت جميله وتحفه. جربوا الوصفه، حلو سهل وسريع وبارد، هيعجب ولادكم وهينفعنا في الحر اللي احنا فيه دلوقتي. يلا، استودعكم الله، دمتم في رعايه الله، مع الف سلامه.